السلام عليكم ورحمة الله، ومكملين معاكم في تغطية آخر أخبار الوباء إيبولا، وإيه الجديد معانا النهاردة، وإيه آراء الخبراء، والوضع وصل لإيه. هنعرف ده كله دلوقتي. طيب، هو إيبولا ليه الانتشار وليه الكوارث دي؟ هو فيه يعني عدد من الأسباب. هو السبب الرئيسي لانتشار إيبولا أو التحور النادر اللي موجود اللي حصل هو بسبب التغير المناخي. التغير المناخي ده نتيجة إيه؟ نتيجة شركات التعدين والبتروكيماويات اللي بتنتشر في دول كتير عشان الثروات والمعادن النادرة اللي موجودة عندها. طيب، هو ده بيقتصر على ايبولا بس؟ لا، ايبولا وهانتا ونيباه، لان الموضوع الثلاثه دول اللي حصلوا. نيباه ده في الهند وفيها نفس الامر، الكونغو فيها نفس الامر وفيها نفس المشكله، الارجنتين برضو فيها نفس المشكله ديت، والبحث عن الذهب الابيض الليثيوم عشان بطاريات السيارات والصناعه الواعده. طيب، هو دلوقتي طب ليه كان حصل قبل كده تفشي اكتر من مره وكان تم تحجيمه؟ للاسف في تقديرات خطا. الوضع دلوقتي غير زمان. الوضع دلوقتي الحروب والدول ماسكه في خناق بعضها، وفي اكتر من جبهات شغاله. يعني روسيا مع اوكرانيا والناتو في اوروبا، امريكا مع ايران وهي واسرائيل والخليج، الصين عينيها على تايوان. الدنيا دلوقتي الناس مركزه اكتر في التسليح مش في الطب، وللاسف في حروب بيولوجيه، فهي دي النقطه. الامر الثاني ان في بعض التقديرات كانت خاطئه بخصوص انه يعتقد ان ايبولا يمكن ان احنا نوقفه عن طريق الحدود، وده غلط. لو طبعا في امريكا وكندا منعت الدخول اصلا من الاماكن الموبوءه، خصوصا من الكونغو واوغندا. حتى في كاس العالم مش هيكون ليهم جمهور، وطالب ان هم يرفندوا ويرجع لهم التذاكر برضو اللي دفعوها بسبب المشكله ديت. لكن هي الموضوع كان اساءه تقدير. طب هل في مشكله او امكانيه ان الكاس العالم يتلغي؟ والله هو حتى الان لا، ما فيش اي مؤشر على كده. وكان حصل قبل كده، هو كان في المغرب كان لغى بالفعل، كانت بطوله افريقيا، بس مش متذكر كانت سنه كام، كانت تقريبا 2014 او 2015 بسبب تفشي ايبولا. يعني هي كانت حصلت قبل كده اهوت، لكن ممكن تحصل السنه دي؟ لا، ما نفتكرش ان حاجه زي كده اهوت ممكن تحصل. النقطه الثانيه اللي بنسلط عليها الضوء هي المساعدات. بس هي المساعدات طلع برضو عدد من الخبراء، هي طبعا المساعدات قليله وما تكفيش، ومش هتقدر ان هي تصد الوباء، وهينتشر زي ما وصل ايطاليا، وفي حالات وصلت الهند، وفي حالات وصلت البرازيل، وفي المانيا. هينتشر. طب حتى لو في مساعدات، هي المشكله دلوقتي ما بقتش تتعلق بالمساعدات بس، المساعدات دي اموال فقط، لكن هم كمان محتاجين خبرات. دي دول افريقيه فقيره، فحتى لو توفرت كل الاموال لازم الخبرات، ولازم الولايات المتحده واوروبا تساهم بالخبرات اللي موجوده عندها، وكذلك طبعا منظمه الصحه العالميه. نهايه منظمه الصحه العالميه التمويل انقطع منها، من امريكا ليها، وفي 3000 موظف تم تسريحهم، فدي شكلت مشكله كبيره قوي. طلع علينا كبير مستشاري ترامب للشؤون العربيه والافريقيه، وقال لك احنا انشانا خليه عمل، والاحتواء حتى الان جيد. بس انا صراحه مش عارف بيستند لايه الاحتواء جيد يعني. النقطه الثانيه قال لك الحالات لا تتعدى ال1000 حاليا. النقطه ان احنا خصصنا 300 مليون دولار، بس هو كل ده طبعا مش كافي. بس هو اللي ما بين السطور ان الولايات المتحده بتتخلى عن التزاماتها في هذا الشان. لما يطلع كبير المستشارين يقول كده اهوت، والموضوع بيزيد، وحالات الوفاه في ازدياد، والشركات حتى اللي بتعمل على ابحاث لانتاج لقاح قليله، يعني الموضوع لا، الموضوع كده مش صح. وفعلا كان في تقديرات كده خاطئه ان هم يقدروا يوقفوه عن طريق الحدود، وهي محاوله للهروب من المسؤوليه. النقطه الثانيه في ابحاث جديده عن الفيروس ذات نفسه. قال لك احنا ما نعرفش، هو الفيروس يعتبر جديد لان هو نادر، واحنا ما نعرفش عنه كل شيء. يعني دول الخبراء قال لك احنا ما نعرفش عنه كل شيء، بس في نقطة يعني مهتمين بيها جدا، إن الفيروس بيفضل في الجسم في حالة كمون ممكن توصل ل 100 يوم وممكن تزيد. النقطة التانية إن الفيروس هو مش هيتنقل بس بإن أنت تلمس مواد بيولوجية لحد كان مصاب أو جثة، لا، هو بيتنقل كمان بالعرق. يعني لو سلمت على حد مثلا والحد عنده إيبولا، أنت كده هيجي لك. لو عطس أو كح والفيروس كتير في زوره، هينتقل لك عن طريق الرذاذ وهيوصل لك، وهيوصل للرئة والجيوب الأنفية والأنف والزور وما إلى ذلك. النقطة الأصعب إن هو بيفضل بيبقى موجود كمان في السائل المنوي للراجل، وبيبقى في الحليب بتاع ثدي الأم. يعني الراجل لو ممكن ينقل لزوجته، والام ممكن تنقل لابنها. هي دي المشكله ودي الكارثه الكبيره، والحاجه اللي اكتشفوها انه بيفضل كامل. طب احنا دلوقتي قلنا في حالات شفاء. حالات الشفاء دي لما يستخلصوا منها البلازما والفيروس كامل، الشخص ده هيموت، لان انت سحبت البلازما والانتي بودي والمناعه طلعتها عشان تعمل عليها ابحاث، والفيروس كامل في جسمه. المناعه لما هتقل، الراجل ده كده هو بنسبه 90% هيموت، فده هيصعب عمل الابحاث وشركات اللقاح، خصوصا المسج ار ان اي. هي دي المشكله، انا الصراحه مش عارف لها حل. ده طبعا مركز اللي قال الكلام ده كان مركز مكافحه الامراض في افريقيا، والدكاتره اللي بيتعاملوا معاهم. في دروب تاني وفي مشكله تاني، ان في افريقيا للاسف لقوا، يعني بعض الابحاث اللي تمت لقوا ان الخلايا المناعيه اصلا عندهم قليله وضعيفه، وخصوصا الخلايا التائيه. ففرصه ان فرصه السوبر سبريدر او الناشرون الفائقون للفيروس كبيره جدا، مع عدم التزام الشعب وعدم تصديقهم، دي كارثه كبيره جدا. فده اللي مرجح ان الفيروس يزيد ويزيد الانتشار بتاعه.
في مشكله كمان موجوده في كينيا، بس هي مش انتشار الفيروس، ممكن طبعا يكون موجود وفي حالات، بس طبعا هم مش قايلين. بس هي المشكله طبعا القرار الولايات المتحده، الفاسيلتي او المنشاه اللي موجوده في كينيا دي اصلا كانت قاعده عسكريه امريكيه، بس هي المنشاه المؤهله حاليا لعلاج الامريكيين من الفيروس دوت. طب هو ليه هم مش نقلوا قبل كده دكتور ومخالطين، ليه نقلوه لالمانيا؟ الظاهر في حاجات غير معلنه احنا مش عارفينها، بس هم عاوزين المنشاه دي تحديدا، هي قريبه وفي افريقيا، عشان يقدروا ان هم يعالجوا فيها الناس وتقدر ان هي تستوعب. طيب هو اي دعم امريكي مربوط بالمنشاه دي ان هي تشتغل؟ الظاهر كده والله اعلم الظاهر والله اعلم بس في مظاهرات جامده في كينيا، عشان الفيروس زي ما قلنا خطير جدا، ونسبه الوفيات منه عاليه جدا. يعني من ساعه ما طلع واحنا يومين تقريبا بنتكلم عليه مفيش غير 5 حالات شفاء بس، غير كده وفيات ودفن ومراسم ومنطقه ريد زون واقامه مشافي. طبعا هي مشافي مش مستشفيات بالشكل اللي احنا شفناه من مراسلين نيويورك تايمز على بلومبرج وعلى السي ان ان. لا هي دي مش مستشفى خالص يعني. وطبعا مفيش معونات كافيه بتوصل، والاهم من المعونات هي الخبرات. يعني حتى لو توفرت الفلوس كلها، لا محتاجين الخبرات، مش محتاجين بس الفلوس، فده اللي بيزود الطين بله. فهو ده طبعا اللي كان في مظاهرات في كينيا جامده بخصوص المنشاه دي ان هي ما تشتغلش، وفي محكمه كينيه قررت بان هي ما تشتغلش. بس الظاهر كده ان هو ممكن يشغلوها، ده لو في حالات في كينيا يعني، او في ديل ان في حالات في كينيا وبتتعالج في المنشاه ديت، مع الرغم من عدم وجود علاج. طبعا في المظاهرات بتاعت كينيا اتوفى 2، وفي مظاهرات صادمه يعني وصعبه جدا. ده يعني كل التطورات لحد دلوقتي. لو في جديد ان شاء الله هنبلغكم بيه، وما ننساش نتفرج على الحلقه السابقه ودي تخليها ريفرنس ليك الخاصه بالعلاج بافضل الوسائل الطبيعيه الانتي فايرال. ودمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.